مساء الخير. السيتي كتكرفس على البايرن دو ميونيك وبايرن ميونخ في غياب النجم ديالنا العالمي نصير مزراوي واللي بانت بلاصتو. نصير مزراوي اللي ما عرفتش هاد السيد هاد التوخيل، انا ما عرفتوش معانا هنا المغاربه، والله ما عرفت. لاعب كانت عنده اصابه كيطلب منه شويه ديال الراحه وشويه باش يريكوبيري، ولكن السيد لعب ماتش ضد البرازيل. توخيل كان عليه انه يعتمد على نصير في هذا الماتش، والبايرن عرفت تغييرات، بانت لي انا كانت تغييرات كبيره ملي مجلسو مولر ولعبوا موسيالا اللي كان تيلعب براس حربه، لعبوه في بلاصه مولر في ميليو تيران عوض ما نستغلو في الهجوم، لعب جنابري راس حربه، ونخلي ساديو ماني حتى الدقائق الاخيره من المقابله، وندخلو ساديو ماني اللي كان معروف عليه انه كان تيتكرفص على المانشستر سيتي لما كان يصول ويجول بنادي ليفربول. توخيل الى بقى مقصح راسو بهذا الشكل هذا، كونوا على يقين انه غادي ينزل البايرن اسفل سافلين، اللي كانت مع ناغلسمان الشاب الجميل مسكين اللي تعداو عليه ظلما وعدوانا، جراو عليه دون وجه حق، واللي كان ناجح نجاح ساحق، تأهل بالبايرن، وصل معاه لهاد الدور هذا بجدارة، وكان عارف القيمة ديال المزراوي وعارف الإمكانيات ديال المزراوي. المانشستر سيتي بالرغم من الهيمنة ديالها المقابلة، كانت هيمنة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 90. البايرن محاولتها كانت قليلة وقليلة جدا، وكانت هيمنه، ملي كنقولوا هيمنه ديال مانشستر يونايتد، هي كانت هيمنه على مستوى وسط الميدان، بالرغم من ان واحد اللاعب اللي هو مهم في وسط الميدان الى جانب دي بروين برناردو سيلفا في هذه المقابله هذه المدرب غوارديولا اعتمد عليه كجناح ايمن مكان شكون؟ مكان محرز. هذه المقابله عرفات الشوهه ديال توخيل اللي كنعتبرو انا عدو اللاعبين المغاربه، او عدو اللاعبين الغير اوروبيين، سورتو لي زافريكان والمغاربه. ملي كيخلي ساديو ماني الدقائق الاخيره من المقابله وكيجلس مزراوي في مقابله اللي هي مهمه، ومزراوي ابان على الامكانيات ديالو مع البارسا وفي ماتشات كبيره، نجي انا في هذا الماتش هذا وما نعتمدش عليه، حشومه، ونغير التشكيله ونغير الخطه ونغير اللاعبين ونجلس مولر ونجلس السيد هذا توخيل خصو يعيد النظر، والا سيفقد منصبه كما فقده مع تشيلسي، لان ناغلسمان الطرد ديالو او الاقاله ديالو كانت ظالمه ثم ظالمه. انا اليوم بقى في الحال، علاش؟ لانه ما لعبش نصير مزراوي، المقابله اللي كانت حاسمه وكانت مهمه، ومزراوي معروف عليه معروف عليه الهدوء التام، هذه بشهاده الخبراء الالمان، شهاده المدرب السابق ناغلسمان، شهاده المدير الرياضي لنادي البايرن، اللي كلهم اكدوا واقروا واعترفوا بان نصير مزراوي عنده امكانيات كبيره، وبانهم كانوا متابعينه سنين قبل ما ينتدبوا، وبانه هادئ جدا وسط في مربع العمليات ديال البايرن ومربع العمليات ديال الخصم، يعني لاعب عنده من الامكانيات اللي خصو يكون في هذا الماتش هذا. وما عرفتش شنو هذا السيد هذا، ما عرفتش شنو بغى يدير، شنو بغى يخلق عاوتاني من هذا البايرن، غيبقى يدير هذيك الدوره كامله، بدا يدخل لاعب ويعصر عليه، يخليه عاصر شهر عاوتاني ويدخلو يبقى يدور في اللعابه. لا، ليكيب باش تربح بها خصها تكون قاره،
والفريق القار هو اللي كان عند ناغلسمان اللي نجح به عصبة الابطال، كان يعتمد عليه. بافارد دخلو قلب دفاع ولعب مزراوي ظهير ايمن، مولر وسط الميدان، موسيالا قلب هجوم الى جانب ما نسينا بواتينغ الكاميروني، كان تيلعب في العمق، كان تيلعب بالراس مزيان، كان يعني توخيل خصو يعيد النظر في الاختيارات ديالو وفي الاعتماد ديالو على اللاعبين الاكفاء. واش لاعب من حجم ساديو ماني لاعب كبير وعنده تجربه وخبره في البطوله الانجليزيه، ونجي في هذا الماتش هذا اللي لعب مع نادي انجليزي كبير وكبير جدا وفي واحد الدور مهم من عصبة الابطال، ونجلسو؟ شنو هو دابا هذا السيد هذا؟ شنو ما فهمتش. انا اللي كيهمني بالدرجه الاولى هو نصير مزراوي اللاعب المغربي. انا الباير دومينيك تنتعاطف معها جدا، ولكن في وجود مزراوي فوق ارضيه الملعب ملي كيكون جالس في التوش، باش نكون معكم صريح، وهذه غيشاطروني فيها مجموعه وكثير من المغاربه، انني كنتمنى انها تنهزم. هذه ما عمرها وقعت، ولكن ما عندي هذا هو الاحساس ديالي الغريب، ولكن هو هذا. لان لا يعقل انت لاعب ديالنا مغربي وكان تيلعب في نادي كبير ودى معاه كل شيء، ربح معاه الكاس والبطوله ديال هولندا، ووصل نصف نهائي كاس عصبة الابطال، وتجيبو بثمن بالغلا وتجلسو في التوش ودومي فيناليست ديال كاس العالم. يعني لا يعقل. انا هذا هو اللي بغيت نقوله اخوان، ونتمنى ان توخيل يصحح الاغلاط ديالو باش ما يطيحش في الكارثه اللي وقع مع تشيلسي. فقد كل شيء، خرج من كل شيء، من عصبة الابطال، من الكاس، من البطوله، ما دا حتى شي حاجه، ونادي كبير وكيخسر الملاير على اللاعبين. الانسان ما يقصحش راسو ويكون رطب ويساير خليه بحال جلينسمان. نعطيكم ناغلسمان وقع له مشكل مع مولر، جلسوا في التوش واحد الشويه وتقلق مولر تعصب. هذه ناغلسمان من بعد لقى بانه غلط في حق مولر ودخلو. قال لك لاعب كبير كنحترمو ندخلو، وانا احترمته على هذا الاعتراف، واحترمته على هذه الليونه في التفكير. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم.